ولكن لدي الكثير من العيوب. بعض المرات كتبقى تتعامل مع الاخرين بواحد اللطف زايد على القياس، كل شيء هادشي باش الاخرين يقبلوا بك ويتقبلوك بيناتهم، حتى لو كانت الضريبه انهم يتعاملوا معاك بواحد الطريقه ما مزياناش. ولكن هادشي كله علاش؟ خاصك تعرف حيتاش انت كتحس بواحد النقص، وان هادوك الناس الاخرين حسن منك بزاف، والله يكتر خيرهم من قبلوا بك مع العيوب ديالك، وكتبقى كتعامل بواحد اللطف اللي زايد باش تخفي وتخبي داك العيب اللي انت كتعتقد انه فيك، وان هادوك الاخرين راه عايقين به فيك. راه يقدر يكون فيك عيب، جوج العيوب او حتى عيوب كتيره، ولكن راه هذا ما كيمنعش انك تستحق واحد المعامله اللي هي زوينه. حتى واحد ما عنده الحق انه يتعامل معاك بشي معامله اللي كتعتبر اقل من الاخرين وكتحط من القيمه ديالك ومن القدر ديالك طالما انك احترم راسك. شكون اللي قال لك اصلا انه راه حتى شي واحد ما عندوش عيوب؟ شفتي داك الشخص اللي كيبان لك مثالي، تاكد انه الا بحثتي وراه راه غادي تلقى من العيوب والاخطاء الكثيره اللي انت ما عارف عليها والو. راه انت الا كنتي كتقلب على الكمال بلا عيوب راه حسن لك تصاحب مع الملائكه، راه حيتاش هي الوحيده المنزهه على الاخطاء. حاجه اخرى، واش في راسك بان الاخرين ما يقدروش ياديوك حتى تكون انت الاول اديتي نفسك بهذه الطريقه اللي كتعامل بها وبهذا اللطف الزايد؟ خاصك تعرف بان كاع الضغوطات اللي كتوقع لينا بسبب الاخرين ما كتوقع الا سبحان الله العظيم في الحاجات اللي احنا اساسا ما متصالحينش معاها في ريوسنا. فاش نتصالحوا مع العيوب ديالنا ونبداو نتقبلوا ريوسنا كيف ما حنايا، فهداك الوقت حتى واحد ما يقدر ياديك او حتى انه يستغلك. يعني راه كل شيء كيبدا من راسك هو الاول قبل من الناس الاخرين، وبالتالي فهداك اللطف اللي هو زايد وهداك الاهتمام الزايد غادي يبقى في حدود المعقول وفي اطار العلاقات الصحيه. من جهه اخرى، الناس اللي كدير الخير بزايد ما تبقاوش تسناو المقابل من الاخرين، ما تبقاوش تسناو مقابل هذاك الخير اللي درتو، حيت شحال ديال الشكاوي ولينا كنسمعوهم وشحال ديال الامثله بحال ما كاينش معامن، دير الخير ولوحو في البحر، ما دير حسنه ما يترابس، دير الخير ونساه. راه هاد الامثله كلها كتاكد على حاجه وحده، انك درتي الخير شي مره بزايد وما رجعش بالخير ولا ما كانش المقابل مزيان، وتقابل الاحسان بالاساءه. خاصك تعرف بان العطاء الزائد للناس الاخرين بلا ما دير واحد الحد بينك وبين الناس غادي تكون النتيجه هي هذه اللي غتوصل ليها، وبالتالي هاد الامثله اللي هضرنا عليها كلها ما غادي تطبق الا عليك. من جهه اخرى، الا حنا تبعنا هاد الامثله راه غادي نوصل لطريق واحد مسدود، هو طريق الشيطان اللي عامر كله مسواس وكله شر، واللي غينجح انه يقطع العلاقات ما بين الناس، وحتى شي واحد ما غاديش يبقى يكلم الاخر، ولا حتى شي واحد ما يبقى يعاون الاخر. خاصك تعرف بان المشكله في هذا الشيء كامل هو عدم الوعي ديالك والتصرف العشوائي هو اللي تسبب لك في هذه المشكله. واحد القضيه خاصنا نفهموها، الله سبحانه وتعالى كيقول في الكتاب ديالو: هل جزاء الاحسان الا الاحسان، بمعنى هل جزاء الخير الا انه يتلقى بالخير. هذا راه ما كيمنعش ان حاليا في المجتمع ديالنا كاين بزاف الاساءه اللي كتقابل بالاحسان، بزاف ديال الاحسان كيتقابل بالاساءه. هنا خاصك تعرف انك فاش كتوقع في هذا المشكل هذا راه عارف بان المشكل جاي منك انت، حيتاش اول حاجه كطرى لك انك كتادي نفسك اللي هي عزيزه عليك، حيتاش قبل ما تعطي الاخرين راه خاصك تبغي نفسك وتفهمها وتعطيها هي الاولى، عاد تفكر في الطرف الاخر. فاش تسبق راسك غادي تعطي الاخرين، غادي تخلق واحد النوع من التوازن بينك وبين نفسك وبين الاخرين. خاصك تعرف بان كثره الاهتمام والعنايه بالاخرين وداك اللطف بلا قياس راه كيخليك عرضه للاستنزاف والاستغلال، والحل دائما راه كيبقى بين يديك، هو انك
ما تنتظرش المقابل من الآخرين. فاش دير الخير ديروا لي وجه الله، هو غادي يعوضك بطرق أخرى ما كتوقعهاش. غادي نرجع نقول لك، من الدرجة الأولى اهتم بنفسك. إلا سبقتيها واهتميتي بها ماشي معناه أنانية، حيت شحال من الناس كيقول لك هذه راه نوع من الأنانية. لا، هذه ماشي أنانية، ولكن غادي تخلق واحد النوع من التوازن اللي كيخليك تفهم منطق الأخذ والعطاء مع الآخرين، وبالتالي حتى واحد ما غاديش يشوف فيك ديك البقرة اللي كل شي باغي يحلب منها ويستنزفها. شحال من واحد كتلقاه كيقول بعد ما تم الاستنزاف ديالو وتعرض لخيبات امل كثيره في ناس كان كيبغيها، عاد كيقول انا ومن بعدي الطوفان. نظريه انا ومن بعدي الطوفان علاش ما نبدلها ونقول انا نفسي ثم الاخرين فالاخرين؟ حيتاش حنا مجتمع مسلم مترابط، والدين ديالنا كيقول المؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. إلا طبقنا نظرية أنا ومن بعد الطوفان غادي نكون طحت في حب الأنا كيجر الإيجو، والإيجو بالتالي كيؤدي الغرور والتكبر، وهنا غادي ندخل في واحد الصراع مع الله سبحانه وتعالى. انت إلا طبقتي نظرية أنا نفسي ثم الآخرين، هذه كتعني أن النفس اللي كيعتني بها صاحبها أو مولاها كتقدر تعتني وتمد يد المساعدة للآخرين بواحد توازن بلا ما تأذي راسها. ولأن الدين ديالنا من ناحية أخرى كيحث على مساعدة الآخرين، وبالتالي راه غادي يخلق لك واحد النوع من السلام ومن السعادة. الرسول عليه الصلاة والسلام كيقولنا دائما أنك تعتني بنفسك، عد دائرة الأقربون فالأقربون، وتوسع هذيك الدائرة الجيران والأصدقاء حتى تكبر هذيك الدائرة وكتولي انت من بعد منها إنسان فاعل في المجتمع وإنسان صالح. هادشي كالعكس مقولة أنا ومن بعدي الطوفان. فقبل ما تلف وما تقدرش تميز ما بين حب النفس والأنانية كيف ما هضرنا عليها في الفيديو اللي فات، خاصك تعرف تمييز بين هاد جوج المصطلحات. هادشي كيخليك ما تبقاش تلعب ادوار ماشي ديالك وتفرض على راسك حوايج كتيره باش على ربي الاخرين يتقبلوك. خذها قاعده في حياتك، داك الانسان او الانسانه اللي غادي يقبلوا بيا فقط الا استغلوني واستنزفوني، او فقط باش نخدم المصالح ديالهم، او فقط باش يرضوا بيا كيما انا، لا بلاش من المعاشره ديالهم، والله يعاونهم. انا من طريق وهما من طريق. اي علاقه في الحياه خاصها تبنى على التقبل ديال الطرف الاخر وتكون متوازنه مبنيه على الاخذ والعطاء. لا انت تعطي بزيد ولا تاخذ بزيد، كل حاجه بمقدار، سواء على الجانب المادي وحتى على الجانب المعنوي. إذن خاصك تبقى دائما تفكر راسك وتقول عندي عيوب وانا ماشي انسان كامل. الله سبحانه وتعالى هو بوحده اللي كامل وفضلنا بعضنا على بعض. داكشي علاش انا كنبغي نفسي وكنتقبلها كيف ما هي. فعلا عندي عيوب غادي نخدم عليها وغادي نصلحها، ولكن هذا راه ما كيمنعش انني نتعامل باحترام، وان انا عندي واحد مكانه كبيره وما نحطش راسي اقل من الاخرين باش ما يتم الاستغلال ديالك والحقره عليك. لان كل واحد كيف ما غادي يفهم هذاك اللطف الزايف في المعامله ديالك، ديك المعامله الطيبه ماشي دائما كتفهم صحيحه. كل واحد حسب درجه الوعي ديالو في المجتمع. كاين اللي غادي يشوفها ضعف وغادي يستغلك، وكاين اللي غادي يشوفها سذاجه وغادي يحقرك، وكاين اللي غادي يقدرها ويشوفها طيبة وجمال وسماح روح. غير انت ولأنك ما غاديش تعرف نوايا الآخرين، دائما قدر نفسك واعطي بتوازن باش ما تعرضش لخسائر كبيرة. حتى لهنا كنتمنى يكون الموضوع نال الإعجاب ديالكم. إلى عجبكم بحال هاد المواضيع صيفطوا تعاليق باش نكملوا في نفس المحتوى والموضوع، وعلاش لا أسئلة اللي كتهمكم.
وكنتمنى ديروا واحد ابوني ولايك باش الموضوع يوصل لاكبر شريحة في المجتمع. والى موضوع اخر.